إسلاميكو. عسلامة ومرحبا بكم في فقرة اليوم من إسلاميكو باش نتطرقوا الموضوع كان حديث التوانسة مؤخرا اللي هو الصكوك الإسلامية. هيت في البداية نفهموا مع بعضنا شمعناها صكوك إسلامية. الصكوك الإسلامية هي وثائق متساوية القيمة، مثل حصص شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في مشروع معين، وإلا نشاط استثماري خاص، وهذا بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدأ استخدامها فيما أصدرت من أجله. شو معناها هالكلام؟ يعني مثلا مشروع استثماري بقيمة 10 مليارات يتم تصكيكه، أي تقسيمه إلى وحدات متساوية القيمة، وتكون قيمة الصك الواحد مثلا مليار. حامل الصك يولي عنده حصة في رأس المال ويتمتع بحقوقه الكاملة كمالك جزء من المشروع الاستثماري، ويتحمل ما يترتب على الملكية هذه من ربح وإلا خسارة. الصكوك هذه يتم تداولها وفق الوسائل الجائزة شرعا وقانونا، حيث أنه مالك الصك عنده حق نقل ملكيته أو رهنه وإلا تقديمه كهيبة. برشا ناس تشبه الصكوك الإسلامية بالأسهم والسندات. نشوفوا معك مصعب أهم الفروقات الموجودة بيناتهم. بالنسبة للصكوك والسندات يتشابهوا في برشا نقاط، هما الاثنين أوراق مالية متداولة ذات استقرار كبير وقابلية تسييل عالية، وكما يتفقوا زاد في الهدف والغاية اللي هي التمويل والتحكم في حجم السيولة النقدية، ولكن الوسيلة والطريقة مختلفة. الصك يمثل حصة ملكية في مشروع حقيقي ينجم يجيب ربح كما ينجم يجيب خسارة، في حين أن السندات هي عبارة عن قرض في ذمة الشركة اللي تصدره. في الصكوك نلقاو الربح والخسارة، والربح جاي من مشاريع وتجارة واقتصاد حقيقي، في حين أنه السندات الربح هو عبارة عن نسبة فائدة. أما كان قانون الصكوك الإسلامية والأسهم نلقاهم يتشاركوا في بعض النقاط، وأولها أنه الصك والسهم الاثنين يمثلوا حصة ملكية من الشركة، ومالك السهم أو الصك يستحق ربح ناتج عن المشروع يتناسب مع قيمة الأسهم أو الصك اللي يملكوه، ولكنهم يختلفوا في المدة. الصكوك الإسلامية تكون مؤقتة، في حين أن الأسهم غير مرتبطة بأجل، ومالك السهم ينجم يكون في إدارة الشركة، في حين حامل الصك هو فقط ممول ما يتدخلش في الإدارة. بطبيعة الحال معاملات الصكوك لازم تكون متوافقة مع أحكام شريعتنا الإسلامية، في حين لا تتضمن القوانين المنظمة للأسهم هذا الالتزام. فرق آخر نجم نذكروه أن الأسهم تصدر بصيغة واحدة اللي هي صيغة المشاركة، في حين أن الصكوك الإسلامية تصدر بالعديد من صيغ التمويل الإسلامي. وهذا اللي باش نشوفوه تو مع ياسمين اللي باش تحكي لنا على مختلف أنواع الصكوك. أنواع الصكوك الإسلامية عديدة ويفوق عددها 10، لذا باش نتطرقوا مع بعضنا لأهمها، ونبداو بصكوك المشاركة اللي تمثل في وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل مشروع أو لإنشاء مشروع جديد. يعني يدخل حملة الصكوك في مشروع مع المصدر اللي هو البنك الإسلامي أو شركة الاستثمار الإسلامية أو الدولة، ثم تتوزع الأرباح على مالك الصكوك حسب حصتهم. نوع آخر من الصكوك الإسلامية يتسمى بصكوك المضاربة، اللي يعتبر من أنجع الأنواع اللي قادرة تساعد الدولة في بناء المشاريع. هو عبارة عن وثائق مشاركة تمثل مشاريع تقام على أساس المضاربة. مثال يصير عقد بين الدولة كمضارب وحملة الصكوك كرب المال، حيث يقدم المستثمرين للدولة رأس مال مشروع متفق عليه، ومن بعد تقسم الأرباح حسب نسب معينة، والخسارة يتحملها رب المال إذا ما ثبتش أكيد أنه فما تعدي أو تقصير من المضارب. ونلقاو العديد من التجارب الرائدة لتطبيق صيغة المضاربة في تمويل المشروعات الكبرى كما المواني والمطارات. ثالث نوع باش نذكروه هو صكوك المرابحة، اللي يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة واللي تولي مملوكة لحملة الصكوك. تو الصكوك الإسلامية كيفاش تنجم تعاون اقتصادنا مصعب؟ وشنو حكاية الصكوك الإسلامية وملعب رادس؟ الصكوك الإسلامية من أهم الأدوات المالية اللي نجم تكتسحها بسرعة فائقة الأسواق العالمية، وهذا يعود لدورها الكبير في إنعاش الاقتصاد من خلال الاستفادة من رأس المال المتأتي من حملة الصكوك، ومن خلال توفير السيولة وتغطية العجز في الميزانية. وهذا اللي شفناه في العديد من التجارب في برشا دول، خاصة ماليزيا اللي تعتبر الرائدة في مجال إصدار الصكوك، والعديد من المشاريع الكبرى اللي ساهمت في إنعاش الاقتصاد الماليزي. نلقاو الصكوك الإسلامية زادة في أوروبا، خاصة في بريطانيا اللي شافت في الصكوك آلية لتمويل المشاريع ولتوفير السيولة ولجلب الاستثمار الخارجي. بالنسبة لبلادنا بدأت حكاية الصكوك بإصدار قانون الصكوك الإسلامية سنة 2013، ومن بعد جاءت حكاية ملعب رادس اللي هي عبارة على تصكيك قيمة الملعب لحملة الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص SPV اللي مشرف عليها البنك المركزي. تتسلم الدولة القيمة اللي باش يدفعها حملة الصكوك اللي باش يستنفعوا بعوائد ملعب رادس لمدة محددة، وفي نهاية الفترة ترجع الدولة رأس المال وترجع لها ملكية الملعب. العملية هذه للأسف ما تمتش بعد ما صارت ضجة إعلامية كبيرة بتعلن أنه سيتم رهن ملعب رادس لمستثمرين أجانب، ولكن الصيغة هذه تفرضت في بريطانيا، وقدمت الحكومة البريطانية برلمانها كقيمة للصكوك، ولوكسمبورغ زاد قدمت مباني حكومية ووزارات.
في بلادنا زاد نلقاو مصرف إسلامي قام بإصدار صكوك لدعم رأس ماله، والصكوك هذه تندرج خاصة في إطار الهندسة المالية الإسلامية، وهي بطبيعة الحال متوافقة مع الجانب الشرعي والجانب القانوني. الصكوك الإسلامية في تونس قادرة تساهم في تطور الاقتصاد وتوفير السيولة وتغطية العجز في الميزانية، وكما قادرة زادة على جلب الاستثمار الخارجي، وهذاك علاش نتمنى نشوفوها في بلادنا على قريب. فقرة إسلامي كل اليوم وفات، موعدنا يتجدد إن شاء الله في نفس الوقت. كانت معاكم ياسمين بنضو ومصعب الرباحي، نهاركم طيب.